هنلخص النهارده فيلم مالينا، ودي اجمل ست في البلد واللي جمالها كان نعمه، لكنه تحول للعنه اول ما جوزها سافر، وبقت مالينا في وسط نار الرجاله اللي عاوزه تعمل علاقه معاها، وحرب الستات اللي بيغيروا منها عشان هي جميله. لكن الحكايه ما بتقفش عند الغيره بس، لكنها اتحولت للعنف، وضربوها وقصوا لها شعرها وقطعوا لها هدومها قدام كل الناس في الشارع. ايه اللي حصل بعد كده؟ ده اللي هنعرفه ملخص النهارده. وقبل ما نبدا يا ريت تشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. بيبدا فيلمنا بولد اسمه رونالدو وعنده 13 سنه، والولد ده بيقع في حب ست جميله واسمها مالينا، وبتكون اجمل ست في البلد. وبنعرف بعد كده ان مالينا جوزها راح يحارب في الجيش الايطالي في الحرب العالميه الثانيه ضد انجلترا وفرنسا، وبتختفي اخبار جوزها لدرجه انها ما بتبقاش عارفه عنه اي حاجه خالص، وده اللي بيخلي كل رجاله البلد طمعانين فيها، والستات كمان كلهم بيكرهوها، وبيبداوا يطلعوا عنها كلام وحش وحكاوي كتير جدا، وبيقولوا عنها انها بقت ماشيه شمال لان جوزها مش موجود معاها. وطبعا ده ما بيكونش السبب الحقيقي، لكن الحقيقه انهم بيكونوا غيرانين منها. وبنروح بعد كده لرونالدو، وبنعرف ازاي هو بقى مهووس بيها، وان هو ما بقاش يعرف ينام بالليل بسبب التفكير فيها وفي جمالها اللي يسحر القلب. وفي يوم رونالدو بيقرر ان هو يهرب من المدرسه ويروح عند بيت مالينا، وبيبدا يتخيل يا عيني ان مالينا بتفتح باب بيتها وبتنده عليه وبتقول له هات لي سجاير. وبالليل بيروح تاني عند بيت مالينا، وبيطلع على شجره وبيحاول يبص عليها من الفتحه اللي موجوده في الشباك بتاع بيتها، وفعلا بيقدر يشوفها وهي لابسه فستان ونايمه بيه، وبيشوف صورتها هي وجوزها متعلقه على الحيطه، فبيزعل جدا وبعدها بيروح لبيته. وتاني يوم رونالدو بيروح للحلاق علشان يحلق، لكنه بيلاحظ ان كل الرجاله اللي موجودين مالهمش سيره غير مالينا. ولما الحلاق بيقعده علشان يحلق له شعره بيساله انت ليه ما قعدتنيش على الكرسي بتاع الناس الكبيره؟ فقال له اديك قلت يا قمر، الكرسي ده بتاع الناس الكبيره وانت لسه عيل صغير، لما تكبر اكيد هيجيلك وقت وهتقعد عليه. وبنشوف رونالدو بعد كده واللي بقى كل يوم يروح عند بيت مالينا بيطلع على الشجره وبيبص عليها من الفتحه بتاعه الشباك، وبيتفرج عليها وبيشوفها وهي لابسه فستان وحاضنه صوره جوزها، وبتفضل مشغله اغاني وهاتك يا رق. وبيبدا رونالدو ان هو يراقب تفاصيلها خطوه بخطوه سواء جوه البيت او بره البيت، والواد يا عيني خلاص بقى مجنون بيها، وبيعرف ان هي بتدور على شغل بس مفيش اي حد في البلد عاوز يشغلها، وده لان كل الرجاله فعلا عينهم منها، بس في نفس الوقت بيكونوا خايفين من الستات بتاعتهم. ده حتى دكتور الاسنان لما شافها وهو بيسلم عليها بيبوس ايديها وما كانش عاوز يسيب ايديها خالص. وبعد كده بيشوفها رونالدو وبتكون رايحه البيت وبتخبط على الباب، وحد بيحدف لها مفتاح من الشباك، وبتاخد مالينا المفتاح وبتفتح الباب وبتدخل، فبيصدم منها رونالدو وبيحس ان هي خاينه وانها فعلا مش كويسه زي ما كل الناس بتقول عليها، لكنه بيفضل يراقبها لحد ما بيكتشف ان ده بيكون بيت ابوها، وان ابوها بيشتغل مدرس اللغه اللاتينيه واللي بيدرس له في المدرسه بتاعته. وفي اليوم ده بيكون طاير من الفرحه لدرجه ان هو ما بيعرفش ينام من كتر احلام اليقظه اللي هو فيها، لدرجه ان هو بيحلم ان هي خلاص بقت بتحبه وان هي مش قادره تستغنى عنه. وتاني يوم الصبح واحد صاحبه قال له ان جوز مالينا مات في الحرب، وكان طاير من الفرحه لما سمع الخبر ده، ولما بيروح بيلاقيها حزينه جدا عليه، بس ما بيقدرش انه يعمل لها حاجه غير ان هو بيتخيل ان هو بيواسيها، وبيفضل يقول لها انا مش هسيبك ابدا، وان هو الراجل الوحيد اللي في الدنيا دي كلها مش مصدق اي كلام وحش بيتقال عليها، وان هو بيحبها ومش هيقدر يستغنى عنها ابدا. فبيقرر بعد كده رونالدو العاشق الولهان ان هو ينتقم من اي حد بيتكلم عن مالينا وحش. وفي يوم من الايام وهو بيراقبها بيشوفها بتنشر الهدوم، فبيقرر ان هو يسرق هدومها من على الحبل، وفعلا بيسرقها من غير ما حد يشوفه، وفضل طول الليل يا عيني حاضن الهدوم دي وفرحان جدا بيها لحد ما بيروح في النوم والهدوم دي على وشه، وهتكون اي حاجه من ريحه الحبايب. لكن تاني يوم الصبح ابوه بيجي يصحيه وبيلاقي الهدوم دي على وشه، وطبعا مش محتاج اقول لكم ابوه عمل فيه ايه ساعتها، وطبعا ما حاولش يفهم منه اي حاجه واداله علقه موت وحبسه في الاوضه لمده طويله جدا. فرونالدو قرر ان هو يمنع الاكل لحد ما بقى جسمه ضعيف جدا وما بقاش قادر ان هو يقف على رجله، فاهله بيجيبوا له دكتور علشان يعالجه، والدكتور بينصحهم ان هو يمارس حياته الطبيعيه وان هو يخرج تاني علشان يقدر يرجع لحياته زي الاول. واول ما ابوه بيفرج عنه بيطير رونالدو جري بالعجله بتاعته لبيت مالينا، وبيطلع على الشجره كالعاده وبيبص من فتحه الشباك، لكن هنا بتكون المفاجاه ان هو ما بيلاقيهاش لوحدها وان معاها واحد، والواد يا عيني ما كانش مصدق اللي هو بيشوفه. وبعد شويه الراجل ده بيخرج من البيت لكنه بيخبط في دكتور الاسنان وهو خارج، واللي بيكون برضه رايح عند مالينا، وهما الاتنين هتك يخنق مع بعض. لكن مرات دكتور الاسنان عرفت اللي حصل لان هي كانت مراقباه وكانت شاكه فيه من زمان، وساعتها بتلم الشرطه عليهم، وبكده طبعا بتكون سمعه مالينا بقت زي الزفت، ده لان الدكتور ومراته رفعوا على مالينا قضيه مخله بالشرف. وساعتها الناس بدات تحكي عنها حكاوي اكتر، وبما ان ابوها راجل كبير وما بيسمعش اي حاجه عن الاخبار دي، ففي واحد بعت له جواب بيحكي له فيه عن سمعه بنته وعن القضيه اللي اترفعت عليها.
بيها، وعشان كده بيقرر ابوها ان هو يتبرى منها وبيمنعها ان هي تدخل بيته، وبيغير كمان كالون الباب علشان ما تعرفش تفتحه وتطلع له، وكمان بيقدم استقالته من المدرسه اللي هو شغال فيها علشان الناس كانت بتبص له بصات مش هي. فبتفكر مالينا ازاي هتتصرف في البلوه اللي جابتها لنفسها، فبتروح للمحامي اللي موجود في المنطقه واللي بيكون هو كمان عينه عليها من زمان، وهي جات الفرصه للمحامي على طبق من ذهب. والمهم مالينا بتروح له علشان يدافع عنها في القضيه، وفعلا بيبرئها من التهم اللي رفعها عليها دكتور الاسنان ومراته. وقدر المحامي ان هو يقنع القاضي ان هي مفيش عليها اي ذنب بحكم ان هي ارمله وحبت راجل بعد جوزها، لكن اللي عليه الذنب هو دكتور الاسنان لان هو كان بيطاردها من مده طويله. وبكده بتكون مالينا كسبت القضيه ضد دكتور الاسنان ومراته، لكن للاسف ما بتقدرش تحمي نفسها من المحامي واللي قرر ان هو يعتدي عليها، وده بسبب ان هي معاش فلوس عشان تدفع له اتعاب القضيه. فبيقرر ساعتها ان هو ياخد حقه اللي كان مستنيه بفارغ الصبر. وطبعا رونالدو بيشوف الظلم اللي بتتعرض له مالينا من الفتحه بتاعت الشباك، لكنه ما بيكونش عارف يساعدها ازاي. وبعدها بنشوف مالينا وهي مش لاقيه حتى لقمه العيش عشان تاكلها بسبب ان هي مش لاقيه شغل، فبتقرر تاكل اي حاجه من الشارع. ولما الناس بتشوفها وصلت للمرحله دي في ناس بتستغلها، وبعد كده الانجليز بيضربوا البلد وبيموت ابوها وبيسيطروا على البلد كلها. وعلشان كده بتقرر مالينا تقص شعرها وتصبغه اصفر وتشتغل مع عساكر الانجليز، وده علشان تلاقي فلوس تجيب بيها اكل. وطبعا رونالدو لما بيشوفها خانت البلد وبقت مع عساكر العدو ما بيكونش قادر يستحمل اللي بيحصل وبيغمى عليه، لكن الوضع ده ما بيستمرش كتير لان الجيش الايطالي قدر يكسب الحرب وبيطردوا جيش العدو خارج البلاد. وبسبب ده الوضع بالنسبه لمالينا بيسوء اكتر، وده لانها انضمت للعدو. وعشان كده نسوان المنطقه كلهم اتلموا عليها وادولها علقه موت وقصوا لها شعرها وقلعوها هدومها وطردوها من البلد وهي عريانه. وطبعا رونالدو شاف الظلم اللي بيحصل لحبيبته بس ما بيكونش عارف يتصرف ازاي، ومالينا بتمشي من البلد خالص. لكن المفاجاه الكبيره اننا بنكتشف ان جوزها لسه عايش ورجع البلد، لكنه بيتصدم لما لقاها مش موجوده، واتصدم اكتر من كميه الكلام اللي سمعوا عنها، خصوصا ان هو عارف ان هي بتحبه قد ايه. ومن كتر ما سأل عليها ومحدش بيجاوبه بيرجع لبيته وهو حزين وما بيكونش عارف يتصرف ازاي لانها بتكون وحشه جدا. لكن فجاه وهو قاعد في الصاله بيلاقي ورقه وقعت عليه وبيحاول يجري ويمسك الولد اللي رماها لكنه ما بيعرفش يمسكه. ولما بيفتح الجواب لقى مكتوب فيه ان مراته كانت بتحبه ومخلصه ليه، وحكى له كمان عن كل الظلم اللي هي اتعرضت له، وبيقول له لو لسه عاوز تشوفها فهي موجوده في بلد اسمها فينيسيا. وبتعدي سنه وبيعرف جوز مالينا يوصل لها، وساعتها بيرجعوا بلدهم. لكن المره دي كل الناس بتعاملها بطريقه كويسه، وده طبعا لان خلاص هي ما بقتش لوحدها وجوزها بقى معاها ومحدش هيقدر تاني ينطق كلمه عليها. وبيكون جوزها اللي بيرجع وبيرجع كرامتها من كل الناس اللي ضربوها وسحلوها وقصوا لها شعرها وقطعوا لها هدومها وطردوها من البلد. وبيخلص فيلمنا. لو عجبك الفيلم ما تنساش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد.